انا بس بحط دلوقتي نفسي ان انا قاعد بتفرج على الحلقه وسامع ان انتوا بتقولوا لي والله يا جماعه انت يا باشا ابتدي ب 100 جنيه بس ابتدي. تمام. اول حاجه هتيجي في دماغي ايه يعني احط 100 جنيه هطلع بيها من ايه بقى ان شاء الله يعني عشان كمان 50 سنه اعمل 10000 جنيه مثلا يعني فاهم قصدي؟ تمام حلو وعملته هو ده ما قدرتي والكلام ده كله بس انا ساعتها ممكن اخد ال 100 جنيه دي اعمل بيها جمعيه انا واصحابي والمها كمان شهرين. ممكن ارد رد ده سؤال كويس قوي يعني في رايي الشخصي يعني. اتفضل. انت لو حطيت ال 100 جنيه ليتس سي ان انت ان شاء الله لو ربنا نفخ في صورتك هتكسب 50%. ماشي. فانت كسبت 150 جنيه. تمام. بس انت ال 100 جنيه دي هي دي الفلوس اللي انت ممكن تستغنى عنها. حلو. اللي انت لو ضاعت مش هتقدر تعيش من غيرها. مفهوم. صح مفهوم. لو انت رحت حطيت 100,000 جنيه ده معناه ان ال 100,000 جنيه دي انت ممكن تعيش من غيرها. ده معناه ان انت واد مريش قوي بتاع مراسي. ماشي. صح. فانت لو جبت عليهم ال 50,000 جنيه انت بالنسبه لك عم بيهم ايه يعني؟ لا بس انت برضو بتتكلموا معايا ده برضو انا فاهم اللي انت عايز تقوله. انا ده مجمعه في الحالتين ان هي حاجه فلوس ان انت مش محتاجها مجمعين ده. لا نسبه لما تملك. لو ال 100 جنيه دي كل ما تملك يبقى وبعدين بيقول لك كان يقول لك حط 1000 جنيه مثلا كل شهر. انا على عيني وعلى راسي. انا مرتبي 5000 جنيه في الشهر هحط 1000 جنيه في الشهر مثلا. فلا بالعكس ال 1000 جنيه دي هتمثل 20% مما امتلك فبالتالي هتوصلني للرقم اللي انا قلته لك ده. لكن لو انا حطيت ال 5000 جنيه كلها النهارده ما هو 5000 جنيه 100 جنيه في الاخر هي ما هو انت اصلا لو معاك 100 جنيه عايز مني ايه؟ ما هي يعني لا هو انا بس اللي بفكر فيه ان انا النهارده لو انا يعني معايا 100 جنيه وهو ده هو عشان معوش ال 100 جنيه هو مش هحطهم خلاص يا كريم خد ال 100 يعني مش هحطهم اصلا. خد يا كريم واروح اعمل بيهم حاجه تانية. فاهم قصدي؟ لو هو ده كل فانا بحاول افهمه. هل النصيحه ان لا بالعكس انت لو حتى معاك 100 جنيه روح اعمل بيها علشان مثلا والله النسبه انت بتقعد تعمل عوائد تراكميه مثلا فده حاجه صح. مش هتعملها في اي حته تانية صح مثلا صح. فقصدي هو ده اللي انا بحاول افهمه. هل في ميزه معينه ان انا لو ابتديت النهارده حتى لو ابتديت ب5 جنيه هتنفعني عشان حاجه معينه ولا كان احسن لي انا طب اخد ال 100 جنيه دي واروح احطها في جمعيه فعلا خلاص لو هو ده اخر مقدرتي تمام. هو غالبا البورصه هي المكان الوحيد اللي انت اصلا تقدر تستثمر فيه 100 جنيه. انت بالظبط والله يا ابني يعني بس مش هقول لك ايه بس الأظن عندي صاحب جمعيه عموميه كبيره جدا على فكره في صلاح سالم. بالظبط اللي انا كنت لسه هقول لك هي الفكره كلها. احنا زي ما اتفقنا انت عندك النهارده بورصه ماشي. عندك خلينا نبدا من يعني سلم الاستثمارات from A to Z. اول ستيب الدولاب بتاع هاني صح ان انت عندك كاش حطه في الدولاب تمام. هاني تاني ستيب انا الدولاب بتاعك مهم قوي يعني. فتيجي انت تقول له يا هاني حد يحط فلوس في الدولاب برضه طب ما تحطه في البنك تمام خد الفايده ده بالزبط. البنك الفلاني عامل فايده لو حطيتها وديعه سنه هتاخد 20%. جميل. فيبدا يروح وده برضه قليل المخاطره او ريسك فري او خالي من المخاطره زي ما التيرم بيقول يعني. فانت بتكسب 20% تبدا تاخد مخاطره فتنزل البورصه بحيث ان انت تشتري. لازم البورصه تبقى اكتر من البنك تمام. otherwise يبقى الشغلانه دي كلها يعني ما ينفعش. وهنا ما بتكلمش على مصر بتكلم على اي بورصه في اي حته في الدنيا emerging advanced يعني ايا كان القصه. فلسفه المخاطره العائد الاكتر فانا باخد مخاطره اكتر عشان انا عايز عائد مفهوم جدا مفهوم. طيب انت النهارده فتحت مطعم عملت شركه اشتريت عقار عملت كل دي حاجات محتاجه مبلغ كبير في الاول. الحاجه الوحيده اللي مش شرط تبقى محتاجه اللامسم اماونت الكبير ده واللي ممكن تقسطها على مثال الجمعيه مثلا انت ممكن كل شهر تحط مبلغ النهارده 1000 جنيه اللي بعده 100 جنيه اللي بعديها لا هحط 500 جنيه براحتك على حسب حياتك بس تستثمر كل شهر مبلغ معين هي البورصه. اوكي. فبالتالي هي بتعمل ايه؟ هي البورصه دي ايه؟ البورصه دي شركات بتضيف للاقتصاد فبتستثمر وبتعمل تدفقات بقى انفاق راس مالي عشان تنمو النمو ايرادات وارباح انت بتتملك حصه في الشركات دي يا اما عشان تاخد توزيعات من الشركات لما تيجي توزع ارباح او علشان سهم الشركه ده يكبر مع النمو اللي بيكبر في الاقتصاد وفي الشركه دي نفسها. فبالتالي تعمل ارباح راس ماليه. الارباح الراسماليه او التوزيعات اللي هي الديفيدندز دي دول صورتين من صور العائد اللي انت بتعمله. انت هتاخد العائد ده على 100 جنيه زيه زي ال1000 جنيه هي نفس النسبه. ميزه البورصه ان انت مش لازم يبقى معاك رقم كبير قوي عشان تبدا تستثمر. انت ممكن تستثمر باي مبلغ صغير وممكن من الشهر ده تقلله الشهر اللي بعديه تزوده اللي بعديه على حسب الفكره. انت ما تقدرش تعمل كده في
يعني ما ينفعش مثلا النهارده هروح افتح شركه وهقول لهم والله معلش انا اتزنقت الشهر ده ف مفيش مرتبات مفيش يعني او تيجي في تزق شيك مثلا في عقار ولا بتاع معلش عملتها مره مش هتعملها مرتين مش هتعملها 3. فهي دي فكره البورصه، هي بتدي سيوله وبتدي فلكسبيليتي، مرونه في كأداء استثمار وادخار. هي مرونه، هي بتدي بس مرونه. انت تقدر تتملك في الشركات اللي موجوده، تقدر طبعا زي ما قلنا لو دخلت سهم واحد هتعرض نفسك لمخاطره اعلى، لازم تدايفرسيفاي او لازم يبقى في عندك محفظه طبقا لرؤيه محدده او توصيات محدده من ناس فاهمه. ولكن في النهايه على اللونج تيرم انت بالتاكيد هتعمل نتائج احسن من البنك، وده مثبت احصائيا وتاريخيا وعلميا. يعني ده مش كلام مفهوم. يعني ده مش كلام نظري، مش كلام واحد يقول لك يلا خش البورصه استثمر بقى ويلا ومش عارف ايه شكرا قوي الحلقه دي كانت جميله. ده كلام حقيقي، ده statistically proven يعني. مفهوم. هو انا بفكر الحقيقه انزل الابلكيشن وتبقى انت حماده، يعني نعمل واتساب هو اللي يدينا حماده الفهلاوي ولا حماده بقى حماده التاني ده؟ لا الفهلاوي. انا عندي عيال يعني. لا يا ريت شياكه طب للتوضيح الابلكيشن ما عليهاش تداول بقى بيتكوين وكريبتو والحاجات دي، لان هي اصلا ممنوعه في مصر. صح ما عليهاش، عشان بس نبقى واضحين. الابلكيشن ممكن تدي لك ده، بس هو يعني لازم الريجوليتور يبقى سامح بيها يعني. هي مش ممنوعه في مصر